القضيه اللي دارت بالبلد الايام هي القضيه ديال مروه لاود ولارتيس. بزاف ديال اليوتيوبر المغاربه والعرب خرجوا هضروا في هذا الموضوع هذا، ولكن ولا بد انه كل واحد تكون زقلات ليه شي بارتي. يعني الا بغيتي تفهم بلان كامل فراه تتفرج فيهم كاملين، وبالتالي يلاه تخرج تفهم واحد شويه. داكشي علاش قررت ندير هذا الفيديو هذا نجمع لكم جميع المعلومات وكاع داكشي اللي وقع في هذه القضيه هذه. يعني فرا غادي يكون المختصر المفيد ديال هاد لافير هادي ما بين مروه لاود ولارتيس. ولكن قبل ما نبداو عفت معك على هذيك البوطونه الحمراء ومرحبا بك في العائله. الفيلم بدا مع واحد يوتيوبر فرنسي اللي سميتو نابيل فليكس، واللي خرج واحد الحلقه وحطها في لاشين ديالو في يوتيوب اللي فيها 47 دقيقه اللي كيهضر فيها بعض الاحداث اللي وقعت ما بين لارتيست ومروه لاود في 2017، واللي كانت غتكون هي النهايه ديال لارتيست والزوجه ديالو. هاد القضيه ديال المحور الاساسي ديالها هو انه مروه لاود حالات لارتيست هو والزوجه ديالو، يعني كيفاش وعلاش. هادشي اللي غنشوفو في هاد الفيديو هذا. داكشي علاش خليكم معايا حتى الاخر باش تعرفوا بزاف ديال البلانات اللي خطيره وما كتدخلش الدماغ. وجميع المعلومات اللي غتشوفوا في هذا الفيديو هذه فراهي مخوذه من الحلقه ديال خونا اللي سميتو نابيل فليكس، وديك الحلقه اللي قلت لكم فيها 47 دقيقه. وغير مؤخرا فراه هو استضاف لارتيست، يعني ديك الهضره ولا المعلومات اللي غنقول لكم راهي 100% صحيحه وفاليديه مع هذا الارتيست. الارتيست هو واحد الفنان اللي معروف بزاف في فرنسا، ومؤخرا فراه كنتعرف حتى في المغرب، يعني في 2017 لدابا فراه كنتعرف بزاف حتى المغرب. بعد ما دار بزاف ديال الحفلات وجمع بزاف ديال الفلوس فراه قرر يدير هو واحد الصديق اللي مقرب ليه واحد شركه انتاج واللي كانوا سماوها بيربل ماني. الدور ديال الشركه هذه هي انه كتجيب فنانين اللي يلاه طالعين وكتوفر لهم ماتيريال وداكشي اللي محتاجين كاملين باش يدخلوا لصناعه الاغاني وداك البلان كامل. ودوك الارباح اللي كياخذوا هاد الفنانين فرا لارتيست ولا الشركه ديال لارتيست كتكون عندها واحد النسبه من دوك الفلوس. لارتيست في 2017 كان مستركل في السوشيال ميديا وبانت ليه واحد البنت وعجبات ليه وبانت ليه كبروجي، يعني قرر يجيب هاد البنت هذه وتسيني مع الشركه ديالو وهو ينتج ليها الاغاني ديالها. وهاد البنت هذه فرا هي مروه لاود. مروه لاود اللي حتى هي واحد الفنانه فرنسيه من اصول مغربيه واللي ولات حاليا واحد الفنانه كبيره في فرنسا وحتى في المغرب. مروه لاود من بعد ما سينات مع الشركه ديال لارتيست اللي هي بيربل ماني فراه بزربه تاقلمات مع التيم وداز بيناتهم واحد الفايب واعر وبزربه ولفوا على بعضياتهم. كلشي كان غادي هو هذاك، والاعمال ديال مروه لاود بدات كتحقق واحد النجاحات كبيره، يعني كان خاصها تخرج شي البوم يكون احسن من اللي فات. وهذا الشيء هذا فراه كيعني انها تزيد تخدم بزاف ديال السوايع الاضافيه. داكشي اللي كان كيخليها انها تبقى حتى لسوايع معطله بالليل في الاستوديو اللي هو ديال لارت. بعض المرات كانت كطلب من الارتيست انه يبقى معها حتى تسالي التسجيل ديالها ويمشيو مجموعين. الارتيست في ذاك الوقت كان مزوج، يعني هذا البلان هذا ديال انه يبقى مع واحد البنت اللي خدامه معاه في استوديو حتى لصاصات الليل فراه دار لي واحد المشكل كبير مع الزوجه ديالو، لدرجه انه واحد النهار فراه قالت لي انت راه ماشي المربي ديال الدريه هذه، راك غير سالي معها كونطرا ديال الخدمه وصافي. يعني من هنا فراه كنشوفوا ان العلاقه كانت خايبه ما بين مروه لاود والزوجه ديال الارتيست. بقات القضيه غادي بحال مكوك حتى لواحد النهار اللي كان واحد الاجتماع اللي خاص تجمع فيه التيم كامله، وعقلوا معايا مزيان على هاد الشخصيات اللي غادي نذكر لكم. دابا عندنا الارتيست والزوجه ديالو والصديق ديالو وكذلك مروه لاود وواحد صاحبهم واحد اخر، يعني هذه هي التيم اللي كاينه في هاد المجموعه هذه. فاش كانوا دايرين هاد الاجتماع هذا فراه كلشي جا في الوقت الا مروه لاود اللي تعطلات واحد شويه ولقاتهم جالسين، جات سلمات على كلشي وصلات حتى لعند الزوجه ديال الارتيست نقزاتها وما سلماتش عليها. الحاجه اللي حقدات الارتيست وخلات انه يطلع ليه الدم. وفاش سال هذاك الاجتماع مشى هضر مع صاحبه قال ليه كيفاش هذا البلان هذا. قالوا صاحبنا راه ماشي سوق في هذا الشيء وداك الشيء راه بيناتكم، انا الدور ديالي هو الخدمه وداك الشيء بيرسونيل راه كيبقى بيناتكم. هنا في الارتيست عاوتاني زاد كعا ديال بصح وقرر انه يوقف ديك الخدمه كامله لانه دي عليه الدم ديال بصح صافي ما بقى باغي يدير حتى شي حاجه. نورا واحد المده قليله فرا دخلوا بعض الاصدقاء ديال الارتيست وهاد صحابو هادو وعاودوا جمعوا الكليكه كامله وصالحوهم بحال حتى شي حاجه ما وقعاش. بعد ما تصالحوا مرات الارتيست فرا دخلها الشك بزاف مع مروه لاود اللي ولات كتعامل معاه واحد المعامله اللي زوينه بزاف بحال ما كاين حتى شي مشكل بيناتهم. والشك ديالها تزاد فاش كانوا مسافرين واحد النهار في واحد الدوله واحده اخرى قرروا باش يمشيو يرتاحوا. مشات هاد التيم اللي قلت لكم كامله، وفاش كانوا نازلين من الاسانسور وكانت غير الزوجه ديال الارتيست ومروه لاود فرا طلبات منها انها تصور معها واحد التصوير. والغريب كذلك على حساب الهضره ديال الزوجه ديال الارتيست فرا ديك التصويره ما كانتش باينه فيها مروه لاود وانما كانت باينه فقط الزوجه ديال الارتيست. وفاش كانوا عاوتاني يدخلوا مجموعين للمغرب فرا اول حاجه دارتها الزوجه ديال الارتيست هي انها مشات قصدات واحد الشركه اللي كاينه في مراكش. حتى نتوما غتجيكم واحد الصدمه وغيجيكم ماشي بحال الفيلم ولكن هادشي راه واقعي. مشات عند واحد لاجونس اللي كتكري لك واحد المحقق، هادشي بطبيعه الحال راه ايليغال مخالف للقانون. كتمشي كتكري لك واحد المحقق اللي كيبقى تابع لك اي شخص وكيجيب لك المعلومات ديالو كاملين. كيف ما قلت لكم بان هادشي راه هو مخالف للقانون والارتيست براسو حتى هو راه كان عارف هادشي. D'avoir une agence de détective privé au Maroc. Ouais. Et ben, il s'avère qu'ils avaient une agence de détective privé au Maroc. وهنا فين بدات الخدمه ديال المحققين هذه فراهما تبعوا مروه لاود هي والاخت ديالها فين ما مشاو وكانوا كيصيفطوا جميع الفيديوهات وجميع المعلومات لمرات الارتيست على مروه لاود والاخت ديالها. فهاد اللحظه هذه وهادشي وكيوقع راه الارتيست مازال ما فراسو والو وكان باقي على فرنسا. مرته بوحدها اللي كانت جات للمغرب وكدير في هادشي هذا.
دوك المحققين في الاول فرا ما اكتشفوا حتى شي حاجه ماشي عاديه، فرا فقط كانوا كيمشيو لي بواط راكم عارفين قهاوي الشيشه، المهم داكشي ديال صحاب الغنى راكم كلكم عارفينه، بعض المرات كيمشيو يديروا شوبين حتى شي حاجه ما كانت ماشي عاديه. حتى لواحد النهار هاد المحققين غيسمعوا الاخت ديال مروه كتهضر مع شي واحد في التليفون وقالت لي امتى غتجيب لي الامانه. داك المحقق فرا هو بقى تابعهم واحد شويه، بانت ليه مروه واختها وصاحب ديال الارتيست ماشي شريك ديالو وانما واحد صاحبه واحد اخر مجموعي. فاش تحركوا فرا تبعوا هذا المحقق واكتشف انهم مشاو عند واحد المشعوذ. صدفه هنا هو انه هذا المحقق هذا فرا كيعرف هذا المشعوذ وعارف الدرجه ديال الخطوره ديالو. داكشي علاش قرر انه يتصل مباشره بالزوجه ديال الارتيست وقال لها شنو كاين. قال لها بلي راه خوتنا مشاو عند واحد من بين اخطر الصحاري اللي كاينين في المغرب كامل واللي كاين في مدينه مراكش. هنا الزوجه ديال الارتيست فرا تخلعت بزاف على راجلها وقالت ليه دير اللي في جهدك باش ما يدير والو للزوج ديالي، يعني حاول تغريب فلوس وقول لي داكشي اللي عطاوك فرا غادي ندوبلوه لك غير ما دير والو. وكان هذا هو الحوار يدار ما بين هذا المحقق والمشعوذ واللي كان صيفطوا لمرات الارتيست. محجوب لاباس بخير سيدي هاني خويا بخير. نشوف غادي نهضر معك وتعرفني انا ياك الثقه التامه، عارفني من اديك حتى بشي حاجه. تفضل. هذوك الناس اللي جاو عندك البارح بغيت نعرف الناس اللي جاو كيهضروا بالفرنساويه اللي يهضروا بالفرنسيه هذوك وي واش جاو البنات والولد ولا جات غير البنات بوحدهم ولا جا الولد بوحدو ولا شكون اللي جا؟ جاو البنات والولد معاهم. هكاك. ولي من على اساس جاو اللي من باغيين يخدموا؟ كاين شي جابوا شي مسائل ديالهم شي تصاور ديال شي بنت وشي كذا بحال هكا، المهم صور خديرهم ومشاو. والسميه اللي من باغيين يخدموا؟ يوسف اش ولد من يوسف؟ فاطمه. يوسف ما سمعتكش ولد من؟ فاطمه. باش زادوا تاكدوا 100% بان هذا السحر هذا راه مديور الارتيست، هي فاش قال لهم داك المشعوذ السميه الشخصيه ديالو وكذلك السميه ديال امه، وبالاضافه الى بعض الصور ديال الارتيست والزوجه ديالو والام ديالو. هنا فين الزوجه ديال الارتيست خلعت بزاف وصونات على راجلها وقررت انها تقول له هادشي كامل اللي كانت كديرو بلا اخبار. هنا الارتيست راه ما فهم والو، تخلطوا ليه على رارم ديال بصح وجا مباشره للمغرب. وعاد من غيمشي مشى مباشره بطبيعه الحال عند داك المحقق وقال ليه راه غنعطيك 10 المليون غير وريني فين كاين هاد خونا هذا بطبيعه الحال، لان داكشي كاينيه وخاف لا توقع ليه شي حاجه وبغى يمشي هو مباشره عند هذا المشعوذ هذا باش يعطيه فلوس ويوقف داك عمليه السحر اللي بغى يدير ليه. داك المحقق فرا هو خاف من المشعوذ وما بغاش يوري البلاصه ديالو فين كاينه الارتيست، وواحد شويه راه ما بقاش كاع كيجاوب الارتيست. هذاك المحقق اختفى في مره وما بقات عليه حتى شي معلومه. هنا في الارتيست فرا قرر يمشي عند شاف ديك لاجونس الكبيره اللي كاينه في كازا، مشى عنده وقال لي بلي راه واحد المحقق خدام معاكم كان خدام معايا وراه غبر لي لاثار. فرز هذاك خونا حتى هو الشاف ديالو قال لي راه حتى حنا ما عندنا حتى شي معلومه عليه. الارتيست فرا عاود لذاك الشاف البلان كامل وقال لي بلي راه غادي نعطيك حتى انت 10 المليون الا قدرتي انك تجيب لي البلاصه فين كاين هذا الشواف ولا هذا الساحر هذا. وفي نفس الوقت فاش استلم هذا الشيء هذا فرا هو رجع لمراكش ومشى دار واحد الشكايه تما في ولايه امن مراكش. داز فقط ايام قليله وداك الشاب ديال لاجونس فرا عاود تصون على الارتيست وقال لي بلي راه ممكن تلاقى مع داك المشعوذ وراني هضرت معاه وممكن تمشي تلاقى معاه، وهذه هي المحادثه اللي دازت بيناتهم. جازك بخير، بغيتك انا شي وقيته بغيت نشوفوك ان شاء الله، بغيت نجيب المدام عندك فهمتي. ما فهمتك انا ديما نهار الخميس والاربع فهمتيني ديما تجي واحد الحاله في الدار عندي ما فهمت فيها حتى شي حاجه. لا اله الا الله. على عينك كذا في مراكش. في مراكش الى الشرق. وي عطيني واحد اليومين ولا 3 ايام ان شاء الله ونعاود نتصل بسيدي ان شاء الله. مرحبا سيدي، بارك الله فيك. وثاني دازت واحد المده قليله وعاود صونا لي وقال لي بلي راه ما تقدرش تلاقى معاه وراه هو سافر لمصر، وعقلوا معايا مزيان على هاد مصر هادي راه مازال غنرجعوا ليه. وفي ديك الايام نيت فرا البوليس حتى هما عيطوا للارتيست وقال لي بلي داك المحقق فرا حنا شديناه وكاين عندنا. فاش مشى الارتيست وسمع الاقوال ديالو قال لهم بلي راه انا غير نصبت عليكم وراه ما كاين لا مشعوذ لا والو. هاد الهضره بطبيعه الحال فرا هي ما دخلاش الارتيست والزوجه ديالو لراسهم، قالوا ليه كون بغيتي تنصب عندنا كون صبتي علينا فاش عرضنا عليك 10 المليون، يعني فرا هو كاين خايف ديال بصح من داك المشعوذ اللي يدير ليه شي حاجه، واختار انه يدخل الحبس على انه يبيع بهذا المشعوذ هذا. من ورا هادشي هذا فرا الارتيست قرر انه يرجع لفرنسا، وفاش رجع جلس عاوتاني بعض الايام وجات واحد الكليكه وتعدات عليه ديال بصح، والاغلبيه قالوا بانه الشخص اللي من ورا الاعتداء هذا وداك صاحبه اللي كان جا للمغرب مع مروه واختها باش يمشيو عند داك المشعوذ. بطبيعه الحال من بعد ما ناضت الصداع هذا كامل فرا بطبيعه الحال ديك الشركه ديال بيربل ماني ديال الارتيست فرا يتفركسات وما بقى فيها حتى شي واحد. مروه مشات مع داك خونا اللي هو الصديق ديال الارتيست ومشاو بقاو غاديين خدامين على راسهم، والارتيست غير ما زاد فوندا وما بقى كيلوح والو.
هنا بطبيعه الحال فرا لارتيست بقى مخربق وهاد اللغز هذا راه بارزط ليه راسو، داكشي علاش قرر يمشي يدبر على واحد الهاكر اللي ممكن يعاونو يخترق شي تليفون من تليفونات ديال صحابو. وداكشي اللي وقع تماما، هاد الهاكر هذا بعد ما اخترق تليفونات ديال صحابو فرا قدر يلقى بانه كاين واحد النمره مشتركه اللي كيصونيو ليها كاملين واللي هي ديال المشعوذ. من بعد بزاف ديال التقلاب والتبقشيش فرا لارتيست وهاد الصديق ديالو الهاكر فرا قرروا على انهم يقلبوا في جروبات ديال السحر والشعوذه، وطبيعه الحال اول دوله قصدوها هي مصر كما قلت لكم عاد دابا شويه عقلوا عليها. هما كيقلبوا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي في جوجل، ما خلاو حتى بلاصه، وحد شويه وما يدخلوا واحد المنتدى في جوجل وتصدموا انهم لقاو تصاور ديال لارتيست والزوجه ديالو ملوحين تما بالسميه ديالها. وزاد صدم اكثر فاش عرف بانه اللي ليحين هذوك التصاور باليوزر نيم ديال الاخت ديال مروه لاود وصاحبه اللي كان معاه في الشركه. هنا القضيه غادي تزيد تخربق وغادي تزيد تشعل ديال بصح فاش مروه لاود كانت لاحظت واحد الفيديو ولا شي ميني فلوغ كانت كتهضر فيه ولا كانت زارت واحد البلاصه، وهذيك البلاصه فراه هي بالضبط المنطقه اللي فيها داك المشعوذ، وهي راه نفس البلاصه اللي كانت ماتت فيها واحد البنت صغيره اللي سميتها ناعمه وعندها 5 سنين. هاد البنت الصغيره مسكينه اللي عندها 5 سنين فرا كانت زهريه، يعني فرا سبب الوفاه ديالها باين مباشره، يعني فرا عنده واحد العلاقه ديال السحر والشعوذه. يعني دابا تخيلوا معايا مروه لاود في نفس البلاصه اللي فيها داك المشعوذ اللي سحر لارتيست، وكذلك كاينه واحد البنت اللي ماتت في نفس المنطقه تما. يعني هنا على حسب الاقوال ديال لارتيست وهذا اليوتيوبر هذا اللي سميتو نابيل فليكس فرا بغاو يوصلوا للعالم بانه مروه لاود اختها والصديق ديال لارتيست فرا هما سحروا ليه الزوجه ديالها، والضحيه ديال هادشي هذا هو ديك البنت الصغيره مسكينه اللي عندها 5 سنين، وكذلك لارتيست اللي دمروا ليه الحياه ديالها. وهذا الفيديو هذا فرا هو تبارطاجا في العالم كامل، يعني فرا العالم كامل ممكن يشوف بالمغرب بواحد النظره ديال انه راه كاين سحره وكاين داكشي علاش خرج لارتيست كيوضح هذه النقطه هذه وقال بانه المغرب فرا فيه ناس مزيانين وفقط واحد القله قليله هما اللي خايبين وكيديروا هاد الاعمال هذه. وهادشي كامل اللي شفتو معايا بطبيعه الحال فرا هي من وجهه النظر ولا غير الفيرسيون ديال لارتيست، يعني هادشي كامل فرا هو قالوا غير لارتيست ومروه لاود راه مازال ما خرجات والو وما قالت حتى شي حاجه، فقط كانت لاحظت شي ستوريات وقالت تسناو حتى الفيرسيون ديالي حتى انا شنو غادي نقول في هذا الموضوع هذا. وداك خونا اللي سميتو نابيل فليكس قال بانه مازال جايين بزاف ديال الحلقات في هذا الموضوع هذا، يعني فرا اي جديد غادي يحطوا في القناه ديالو، وكذلك حتى انا اي جديد في هذا الموضوع هذا ممكن ندير لكم واحد الاختصار بحال ما هكا ونعاود نحط لكم ان شاء الله فلاشين. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوا الاستوار كامله ديال مروه لاود والارتيست. ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك واشتركوا في القناه اللي مازال ما دار اشتراك. تسناو الفيديو الجاي وتهلا.